أستاذ حافظ موسى اللي ما نقدرش ننسى الندوة فيه، المهندس محمد رضا نقيب الزراعيين اللي أصبح علامة مميزة على صدر الثلاثي الجميل في مؤخرة الصالون، لكن له في مقدمة القلب هنا عندنا الأستاذ طه حسن، الأستاذ محمد يوسف كشر، الأستاذ سعيد الحقيقة، وبعدين بقى جروب الشباب اللي موجود ما بينكما، وبعدين الأستاذة نجاة مبارك، وبعدين الشاعر سمير البحيري. والله أنا فرحان، والله أنا لو هعمل الصالون ده حتى كل سنة مرة عشان أشوفكم وأشوف الصحبة الطيبة دي، فأنا برضه مستفيد، وأنا اللي فرحان بيكم، وأنتم مش موجودين في بيتي بس، موجودين في قلبي هنا، كلكم كل فرد باسمه، كل شخص بصفته. مع الشاعر فتحي نور الدين اللي كل شوية نطلع على المنصة عشان تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ندعوكم لصالون مؤسسة القادة في شارع الهرم يوم الخميس الجاي. هيدير الصالون الشاعر الكبير الأستاذ طارق عمران يوم الخميس الجاي الساعة 6. الصالون الثقافي في أول لقاء بهذا الصالون. الأستاذ طارق عمران هيدير هذا اللقاء يوم الخميس القادم الساعة 6، وفي وجبة عشاء وفي حاجات حلوة يعني. شكرا. أنا اعتذر لأن حتى على ميكي نانا وعلى شيرين أناصر يا جماعة. السلام عليكم. طيب نعود مرة أخرى إلى ضيفنا الكبير. نعود مرة أخرى إلى ضيفنا الكبير الدكتور السيد ناصر، ونسأله سؤالا محددا في بحثه الطيب عن رفعة المصطفى، وسؤال يدور حول المقارنات الشعرية. وقد قام بدور فعال في البحث الحقيقة تكلمنا عنه، وعمل مقارنات شعرية ما بين شاعر رفعة المصطفى وشاعر الأستاذ الكبير المرحوم عبد يوسف، وعمل مقارنة ما بين رفعة المصطفى وما بين الأستاذ الدكتور محمد صابر عبد الدايم، وعملها والدكتور محمد أبو الفضل، وهم قامات شعرية وأدبية وأكاديمية كبيرة جدا. الحقيقة لم نعرف شيئا عن هذا الفصل الذي تم حذفه بمعرفة اللجنة المشرفة. أصر الحقيقة أحد أفراد اللجنة على حذف هذا الباب، وقال له ده ملوش علاقة بالشعرية بموضوعية موضوع البحث، لكن أنا كان نفسي أعرف منه يعني شوية كده، يعني يكلمنا شوية عن هذه المقارنات، ولو إني عاوز البحث الجزء اللي أنت شلته ده ما أقدرش أحصل عليه بشكل شخصي عشان أقراه. هقول لك حاضر. طيب خلاص كده ولا خلاص، بس يعني ممكن ولا مش ممكن؟ أنا عاوز آخد منك وعد على الهوا. ما أقدرش أقول مش ممكن، بس هو طبعا ده شغل ما انتشرش، فممكن أستخدمه في الترقية قدام. فأنت لو عايزه بس مش شغل. لا دون الشخصي. أنا عاوز أقرا الموضوع بس أشوف أنت يعني عملت إيه؟ فكرة عملت إيه؟ لا أنا عارف أنت إيه العلاقة ما بين رفعت وما بين أحمد أبو الفضل بدران؟ عايز يعرف هو عايز يعرف تفوق في المقارنة ولا ما تفوقش؟ لا أنا لا أبحث عن التفوق، أنا هبحث عن التفوق قدام محمد أبو الفضل بدران. لا يمكن ده قامة أدبية وأكاديمية راقية، ولا عبد يوسف اللي هو كان أستاذي بشكل شخصي، ولا الدكتور في قصيدة اسمها ورق، تلف في القصيدة دي 26 صفحة في كلمة ورق. يعني أنا هبحث عن التفوق مع الدكتور السيد ناصر عن فصل المقارنات الشعرية في الرسالة، والذي تم حذفه بمعرفة اللجنة. طيب لا الناس هو باب ثالث الرسالة كان رسالة ثلاث أبواب، فهي كان الباب الثالث، وكان مكونا من 4 فصول. الفصل الأول الطراف في شعر الأستاذ رفعت الفضل. الفصل الثاني كان بعنوان الشاعر في عيون النقاد وموقف الباحث من نقده. طبعا الأستاذ رفعت اتعمل عنه الكتاب اللي أشار إليه الأستاذ طارق عمران حاليا، وقال الكتاب اللي اتفضل كتاب نقد جميل ورائع من حوالي 200 صفحة، صدر عن الهيئة العامة للفنون والثقافة مؤتمر واحد. الكتاب ده كتب فيه كبار نقاد مصر نقد الكتاب، فأنا لقيت نقد كتير جدا، ونقد طبعا أنا من وجهة نظري أنا كباحث صغير، بس أنا بصف على النقد ده لقيت فيه
نقد ما يستحق النقد، في ناس بتجامل، وفي ناس فعلا قالت الاستاذ رفعت يستحق. فقلت ما اعمل فصل كده في نقد النقد، في نقد النقد. ده الفصل الثاني. الفصل الثالث كان بعنوان موازنات شهريه. الفصل الرابع لا يحضرني لا يعني الفصل الرابع يعني لا يحضرني. المهم، فبالنسبه للموازنات الشهريه، الموازنه الشهريه كان الاستاذ رفعت طبعا الموازنه يعني ايه؟ يعني انا بجيب قصيده الاستاذ رفعت وقصيده الاستاذ الدكتور صابر عبد الهادي مثلا واحطهم الاثنين قصاد بعض، دي اهي وهي، اشوف الشعر هنا كل حاجه بقى، عناصر التجربه، عناصر التجربه من المضمون، الموضوع المضمون، من اللي هترسم بقى الفاظ واساليب، عاطفه، الموسيقى، الوحده، بناء فني، وحده عضويه، وحده موضوعيه، كل الحاجات دي. العاطفه ايضا كانت معانا، الخيال، الصوره الشعريه، من حيث الصوره الشعريه، من حيث العناوين، عناوين القصائد. ف حتى يعني اذكر طرفه كده من الموازنه، ويكون الموضوعين يعني تقارب في الموضوعين. الاستاذ رفعت مثلا كتب في قصيده القدس او فلسطين، الدكتور صابر له قصيده فلسطين، في الموضوع متقارب، فانا بجيب القصيدتين واشوف عشان يبقى الموازنه حتى يبقى افضل. كان في اتذكر الاستاذ رفعت له مجموعه من القصائد الحجريه، قصائد اسمها كده، العنوان اسمه القصائد الحجريه. والدكتور ابو الفضل بدران كان له قصيده اقوال طفل فلسطين، اقوال طفل فلسطين. فانا عقدت موازنه بين قصائد حجريه وبين اقوال طفل فلسطين. ده العنوان، يعني حتى نقول موازنه في العنوان بس، موازن بين دقه العنوان هنا ودقه العنوان هنا، نقول لا افضل ونقول بس على فكره انا كنت عارف ان الاستاذ فاروق الفضل اللي هيناقشني كان هو رئيس المجلس العام للثقافه ورئيس الهيئه العامه لقصور الثقافه، والمشرف قال لي سرب لي تسريب كده وقال لي الدكتور الفضل هيناقشك، فانت حاول تجمل كده وايه وتنتصر للدكتور الفضل، تنتصر للدكتور الفضل. هذا يخالف لا الصالون الادبي مثلا الفضل يعني هو هنا ميزه الصالون ان احنا مش عايزين نتكتف الاول فاحنا ودكتور الفضل هيتقبل ذلك المناقد المشرف سر بها المعلومه. فالمهم وقفت امام القصيدتين، قصائد حجريه الاستاذ ده مسميها ايه؟ عنوان قصيدته القصائد الحجريه، والاستاذ دكتور الفضل اقوال طفل فلسطين. طيب قصائد حجريه احسن ولا اقوال طفل فلسطين ابلغ؟ نقول ابلغ. حد يقول مش كمان ولا عادي. بصوا النقد بقى يعني النقد يعني مع احترامي كامل الشخصيه، انت قول مالكش دعوه، انت تقول عادي تقول لي لا عايز اسمع. المقدم له عنوان القصيده عتبه من عتبات فهم النص. انا قلت ايوه ده الكلام ده ايضا عتبه من عتبات فهم النص. يعني هي ما بيقولش العنوان على فكره، بيقول له عتبه القصيده ضاعت منك. يعني قصائد حجريه ابلغ ولا اقوال طفل فلسطين؟ لا حجريه اقوى في الدلاله، لان الثاني عنوان تقليدي، اسف في اللفظ يعني. نعم. انا لو خدت الثاني عنوان جورنالي انا قلت الكلام ده وزدت شويه وقلت ايه؟ قلت قصائد حجريه الاستاذ رفعت استخدم اسلوب فني، تكنيك فني من تكنيكات الشعر المعاصر اسمه التجسيم. ان هو حال القصائد هي شيء معنوي ابرزها في صوره شيء محسوس، الحجر، واستخدم لفظ الحجر لان ده السلاح الفلسطيني، هو سلاحهم الحجر. دقه العنوان في ايه؟ او خيال العنوان ان هو استخدم تكنيك التجسيم، جسم القصائد في شكل حجاره. فانت كمتلقي لما تيجي مثلا تقرا قصائد حجريه، الله مش انت كمان ايه قصائد حجريه؟ هي في قصائد حجريه؟ هي في قصائد حجريه؟ في قصائد حجريه. تقرا على الموضوع تخش في القصائد تلاقي فعلا انت دخلت. الدكتور ابو الفضل بيقول اقوال طفل فلسطيني، لا عنوان واضح وسطحي وعنوان ما فيش شيء. فكتبت كده في الرساله، فالمشرف شاف الله انت شقي ده رئيس المجلس الاعلى للثقافه، رئيس المجلس الاعلى للثقافه دكتور ابو الفضل محمد ابو الفضل. امين ماشي. وكمان كان عامل صوت ثقافه يعني مش شويه، لا يعني مش شويه ما تقولوش بقى. المهم اقوال طفل الراجل ناقش وخلاص وخد الدرجه. فهو دي كانت يعني جزء من الموازنه.
على فكرة معلش عفوا برضه على توقفك، في جزئيه هنا كمان ده نتجاور في فنين مش فن واحد، انه خد فن الكتله وخد فن يعني الوردة؟ لا فن الحركه، يعني الاثنين خدوا بعض، يعني عمل تشكيلين، عمل من فن الكتله ومن فن القلم او فن الكتابه، الاثنين دول فنين في جزء واحد. يعني هنا في عبور من كذا جانب على عنوان صح. المهم عشان مش هطول بس، فهي المواد كان يعني في الاجزاء الثانيه كلها والموضوعيه بنحط ده قصاد ده ونشوف اللي هو ابلغ ونفكر ونوازن ونقارن. وكان المرسوم بقى اللي انا ما شفتوش بس انا حطيته على حب الاسلام. مين هو؟ على فكرة شرفنا في الصالون هنا مرتين يا جماعة في 2004 و2005. رحمة الله عليه. وأنا حبيته حاجة عشان حاجة تانية كمان. الأستاذ طه خليفة ذكرني بمقولة لي لما معلش أنا آسف بالمقاطعة. طه خليفة وإحنا بنتكلم عن فيس كنت كاتب أنا حاجة عن الأستاذ عبد المنعم عواد فكلمني وقال لي أنا كان بيسألوه مرة في طرفة جميلة بيقولوا له أنت بتكتب من بحر إيه؟ قال لهم بكتب من بحر شبين. بحر شبين ده البحر طبعا هو من شبين القناطر فكانت طرفة جميلة يعني. أنا رديت عليك ساعتها بس أنت ما قريتش الرد. لما ما اطلعتش على لا ده الشبينيه دي جلال عابدين. لا ما هو شبين وجلال عابدين قفاء الشبينيه ده جلال عابدين. اتفضل. ماشي. وازلت ايضا بين قصيده الاستاذ رفعت التي هي بعنوان ابحار في نهر العيون. أبحرت في عينيك من شجني فصف الوجود وطاب زمني. تمام. مش عارف تألقت الشراع بيني أنا حافظ شعرك على فكرة بس يعني مش متذكر كله لكن حفظته 3 سنين. فهو استوينا لو ده عارف أدق أسراري الحكاية دي. ابحار في نهر العيون. والأستاذ رفعت الأستاذ عبد المنعم عواد يوسف كان له قصيدة بعنوان عيناكي. وزنت بين القصتين ايضا في اجزاء تفوق فيها الاستاذ رفعت وفي اجزاء تفوق فيها الاستاذ عبد المنعم. وعلى فكره من ادب الاستاذ رفعت اللي هو كان دايما يقول لي الاستاذ عبد المنعم ده استاذ وده حبيبي وده كذا فانا حبيته بحب الاستاذ رفعت له دون ان اراه. حقيقه لم ارى الاستاذ عبد المنعم يوسف على الاطلاق ولكني رايت صورته على غلاف اعماله الكامله فاحببته. لقد نظرت كثيرا لملامح وجهه فرأيته إنسانا طيبا مخلصا قامته القصيرة ووجهه المشرف المتلألئ دائما يحضرني في ذهني وصدرت حكما له مطلقا أنه رجل يعني من المخلصين الشديد. شكرا. كل شكر وتقدير بحس السيد ناصر. طيب في شعراء قاعدين ما قالوش نسمعهم؟ ده مش انت قلت شاعر عادي انت مستخرينك انت لسه في حد من الشباب اللي انا غير عبد المنعم مفيد. طيب قدامنا فقره وش ده طلع هنا عادي نص ساعه شكور هو بيسيب الميكروفون اللي عندي طب شكور على الجميع. تعالى يا عم انت مطلوب. عاوزين قدامنا فقره تكريميه شخصيتين اهمتي. انا هخليك تتفضل بس سؤال عشان شهاده تقدير لحضرتك تسلمها لنا. الأستاذ المرحوم الفنان الكبير محمد السبعاوي. هذا الرجل هذا الفنان صاحب السمعة الطيبة وصاحب الباع الكبير في الفن التشكيلي كان له دور أساسي في إنشاء هذا الصدد وهو كان صاحب فكرات الجنود. هو الذي قابلني في بداية 2001 وقال لي يا